السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة أني مش عارف الصراحة أقول إيه. والله يعني أنا أصلا مش عايز أعمل فيديوهات ومعدتش عايز أشتغل في الشغلانة دي أصلا كده خلاص، لأن أنا مش هقدر أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. هي دي اللي أنا هقدر عليه، إنما حاجة تانية لأ. ومين بيأذيني؟ مين حاططني في دماغه وبيأذيني لحد دلوقتي؟ أنا مش قادر أشك. هما 3 في دماغي، بس كون ان انا هطلع هعمل عليهم فضايح واجيبهم بالاسامي واعلن عنهم واقول عليهم 1 2 3 وهم سبب ان كانوا بيدوني اسعار غالية، بحيث ان انا كان برضه السعر بتاعي عالي بالنسبة لشغل السات فندر. يا عم يلا، عشان انا لو قلت اقسم بالله هتبقى علني وهتبقى فضحة والناس كلها تكرههم. وانا مش عايز اقول، انا عندي يقين ان هم ما انا ماليش اعداء غيرهم. طيب انا دلوقتي بقالنا بالظبط 3 ايام، من يومين بالظبط يومين مقفول لي ايميلين، وكنت رفعت بوست وعملت بث مباشر والكلام ده كلته، اتقفل لي ايميلين في نص ساعه. ايميل 5000 ولا 6000 وايميل تاني 1000. ما هو انا دلوقتي بعمل بالاتنين. طيب احنا بس خلينا واحده واحده بس، عشان ايه يعني انا على اخري قلنا خلاص يا جدعان مفيش مشكله نعمل ايميل تاني وخلاص. طيب انا بالنسبه للشغل يا جماعه انا عايز افهم الناس اللي بتحاربني او اللي حطاني في دماغها ده بسبب ايه؟ هو انتوا مش قادرين تفهموا ان انتوا بتقطعوا رزق حد؟ اقسم بالله العظيم ربنا قادر يجيبها في عيالكم، يجيبها في صحتكم، يجيبها في اي حاجه. لو حد بيتكلم عليا كلام وحش، حد حاططني في دماغه، اقسم بربي بحلف لكم بالله ان ربنا ما هيسيبكم وهيديلكم، يعني هيديلكم حق الحرقه اللي الواحد فيه. اكتر من كده مش هقول، مش عايز اطول الفيديو، لان الفيديو ان شاء الله لما هتاكد هتبقى علني. اقسم بربي ورحمه ابويا هتبقى علني. اول حاجه العبد لله كان بيطلع سيرفرات 10 ايام واسبوع وخدمه ما بعد العيد. كان عنده جروب فيه اكتر من 150 الف، وكنا بننزل سوفتات ومجاني، كل حاجه مجاني للناس. ناس دي تعرف الدنيا دي كلها وعارفه شغل من زمن الزمن. الحمد لله عمرنا ما اذينا حد الا الناس الوحش. طيب في واحد دخل عليا من قيمه يومين وبرضه انا رفعت بوست بالكلام ده. ليه؟ انت اصلا ولا انت فاهم حاجه ولا انت عارف انت بتقول ايه، وهوريها لكم كل حاجه، هوريها لكم علني. طيب انا دلوقتي كنت في شغلانه من صباحه ربنا، بقفل شاشه كبيره وبتاع وكلام من ده، شغل عريس يعني وكده وبتاع، وظبطت الدنيا وقلت اصور الشغل اللي انا عامله، الدش والطبق وحاجه كشغلي. انا كده من قعدت ما بصورش دش لان اصلا انا ما عادش في دماغي. تمام. جيت افتح الفيسبوك، طبعا عامله امبارح او اول امبارح. الفيسبوك طبعا وصل ل1000 من حب الناس حبايبني، عشان نفس الصوره ونفس الاسم ما كملش. وانا كنت عارف والله، كان عندي يقين ما كملش بالظبط يوم. بفتح من شويه 180 يوم، كل شويه بلغات 180 يوم 180. يا جدعان هو في ايه؟ هو ما فيش الا انا دلوقتي حاليا ما فيش الا هو حساب واحد عامله جديد، وكده هرفع عليه الفيديو وما عدتش منزل حاجه كده خلاص. ولو نزلت انا نفسي ما عدتش عارف اشتغل. انا ما عادش عارف اشتغل بالنسبه للشغل السات فندر. طب انا منعت السيرفرات، ملفات، سوفتات، كل الكلام ده بعملها على قناه. هو في ايه؟ هو ما فيش الا اني. طب يا عم الحاج انا عارف ممكن تكون انت هتشوف الفيديو ده، انا بقولها لك او ايا كان مين حاططني في دماغ، او ايا كان حد محمل لحد فلوس تقيله ان الراجل ده لازم نمحيه من على الدنيا. اقسم بربي انا يا عم هتمحى مفيش مشكله عادي. اقسم بربي ربنا هيديها لك لعيالك وصحتك، وانا بدعي عليك ليل نهار ايا كان انت مين، بس اتاكد ان ما ينفعش اظلم. تمام. نبص بصه كده حاجه صغيره بس. ده من الايميل التاني. واحد دخل قال لي ايه اهو، وانا عمري في حياتي ما هسامحك ولا في دنيا ولا في اخره، وحتى لو كنت انت. هو تحس ان هو راجل اهطل. وجانا انا عارف مين اللي قفل لك الفيسبوك. تمام. ده راجل حتى ده انت عندك هو ليه ده انت عندك ابن ولا بنت غلبانه يعني، فيك نفس تقول الكلام ده. انا عارف مين اهو. وجانا انا عارف مين اللي قفل لك الفيسبوك. تمام. انا عارف مين، وانا اللي بقول لك انا اللي قفلت لك الفيسبوك. طب يا عم ماشي تمام، انت قفلت الفيسبوك وكاتب لي هنا يا ابو جنى انا عايز منك 2000 جنيه. يا ابو جنى انا عايز منك 2000 جنيه عشان ارجع لك حساب اللي ترجعه. هترجع 15 ايميل
نسمع كده، نسمع المكالمة التانية. الو، مكالمة قلة أدب. لقيت الحساب بتاع دي ايه؟ ما تشغلش بالك مين معاك ولا دي ايه؟ انت عايز ايه يعني؟ انت مين؟ انا اللي هجيب لك حساب. احنا ملناش، انا بتكلم بس من الكلام ده كلته. اهو شغلي اهو، سات فندر بطارية، مفيش بقى ولا صرفارات ولا كلام من ده كلته. طيب تسوى ايه ان اني، معلش في الكلمة، تسوى ايه ان اني كل الحسابات ده اهي، كل الحسابات ده تتقفل؟ ده 3 بس. طيب سيبنا من ده كده، نسيبنا من ده كده ونخرج من ده طبعا في ايميلات بنعمل. دي ايه؟ دي ايه؟ عايز افهم. ده اللي موجود بس، يعني كل ده اللي موجود، كل ده اللي موجود مقفول كله 180 يوم ماشي. طيب انما لو دخلنا على الاساس بالنسبه لشغلي كل الايميلات دي 15 ايميل مقفولين. ليه يا عم؟ او كله انا كاتب عليه مقفول 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 مقفول. ليه يا عم؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد. مش هقدر اقول الا كده والله. اصل انا اقول ايه يعني؟ انا قعدت هقول ايه؟ انا ما عدتش قادر اتكلم في حاجه. كل الايميلات تتقفل كلها، يعني هقول ايه يا جدع؟ هقول ايه بس؟ والله العظيم ما عدت عارف اقول اي حاجه يا جدع. احس ان الواحد، هقول ايه بس؟ واحد فتح محل بياكل عيش، ولو بينزل سيرفر بينزل، انا ما بنزلش الكلام ده كله حتى عشان الحظر وعشان الكلام ده استحاله. ده مارك، لو انا هقول ايه؟ لو مارك نفسه يعني هقول ايه؟ ما استحاله يكون هو قاعد على مكتب مستنيني انزل الايميل ويتقفل. ايميل يتقفل؟ اقسم بالله ده كفر يا جدع، وربنا ما هسامح اي حد بيأذيني او بيجيب في سيرتي او ايا كان. ده الراجل باكل عيش، ربنا ينتقم منكم حق جاه النبي. حسبي الله ونعم الوكيل، وانا بقول الكلمه دي من جوه قلبي. السلام عليكم.